ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة أسرار مع أمينة. اليوم إن شاء الله نحضر معكم هاد لي تارتوليت اللي هما مالحين كيجيو رائعين. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير هنايا كانت عندي احتاجيت 300 غرام ديال الزبدة. تقدروا تستعملوا زبدة مارغرين ولا زبدة حيوانية على حسب الاستطاعة وعلى حسب الموجود في المنزل. غادي نحتاج 150 غرام ديال الزيت. 150 غرام. هنايا كما كتشوفوا راني كنعبر بالميزان باش يكون داكشي بالتدقيق. غادي ندير كاس ديال الماء، العبار ديال 150 حتى هو، يعني الزيت والماء نفس المقدار ديال الزبدة. يعني هاد هانتوما كما كتشوفوا الماء بقيت نزيد حتى وصلت ل 150. هنايا غندير ملعقة كبيرة ديال الخل، الخل ديال الطياب العادي صافي. وغادي نطحن بالماكينة. هنايا سكت المونتاج باش حيدت هداك الصوت باش منزعجكمش. هنايا قسمت الكمية على جوج. النص هنايا غادي نديرو مالح والنص درتو حلو. النص لي مالح حكيت عليه الضرس ديال الثومة، زدتلو شوية ديال الكنور، وزدت ليه القزبر والمعدنوس اللي هو مقطع عندي مزيان. هنايا زدت الكنور، من بعد زدت واحد المعلقة ديال الهريسة. كما كتشوفوا هنايا زدت واحد المعلقة ديال الهريسة، كتعطيكم المذاق ديال المذاق، يعني ديال شوية ديال الحار، وفي نفس الوقت كتعطي هذاك المذاق الزوين ديال الهريسة ديالنا المغربية. صافي هنايا غادي نزيد معلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس اللي كانوا عندي ديجا مقرضين في كونجيلاتور. صافي تقدروا يعني نتوما تستعملوا الفريش. صافي هنايا وكنخلط مزيان المكونات، كنخلط حتى كيتجانس عندي الخليط. كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه شويه بشويه حتى كيتجمع. هاد المرحله هادي تقدروا نتوما تستعملوا، يعني تحيدوا يعني الخليط ديروه في واحد القصريه وتبقاو تخلطوا بيديكم. انايا هاد الماكينه يعني كتعجن، يعني كتقدر تعجن. صافي انا جمعت كلشي، يعني خليت بقيت كنضيف شويه الدقيق شويه بشويه حتى تجمعت ليا العجينه كيفما كتشوفوا ولات كتكور يعني لداخل في العجانه، وما بقاتش كتلصق ليا في الجوانب ديال الاناء. يعني تما فين كتعرفوا باللي صافي العجينه وصلت يعني للقوام المطلوب. صافي ما بقاتش كتلصق ولات هي هذيك. صافي صافي كان هنايا هذه العجينه الحلوه، يعني درت نفس الطريقه بالنسبه للعجينه الحلوه. العجينه الحلوه زدت ليها غير سكر كلاصي. نتوما انا درت نص مالح ونص حلو كما قلت لكم في الفيديو. هنايا النص اللي حلو هو اللي بيض، والنص المالح انا درت ليه الهريسه باش كنقدر نميز بيناتهم. حتى لو بغيتو تخزنوهم كتقدروا تميزوا بيناتهم في يعني في التخزين، يعني باش كيبانوا لكم فين هما الحلوين فين هما اللي مالحين. صافي انا هي هذه الطريقه ديالي. كنسرح العجينه بحال هكا وكنبقى ندير فوق منهم هذوك لي طاختوليط باش كياخذ الحجم، يعني كتكون في نفس الحجم. صافي كنبدا نسرح هكا بيدي، كنعاود الجوانب. صافي وكنبقى نقاد هكا نسرح يعني عادي. هنايا هذه العجينة المالحة نفس الطريقة، كناخد شوية من العجينة وكنسرح. يعني تقدروا ديروا الطريقتين بجوج، هذه طريقة وهذه طريقة. صافي كتاخدوا كمية وكتبداو تسرحوها هكا في هاد القويلبات ديالكم. صافي وكتحاولوا تحيدوا الزوائد، ما ديروهمش غلاظ باش ما ياخدش لكم الوقت كبير في الفران، وفي نفس الوقت ما يجيوكمش ما طايبينش، ما يجيوش يجيو معجنين. كل ما درتوهم هكا ديروهم مرقاق ما غلاظ، المهم يجيو هما هادوك. صافي كيفما كتشوفوا بحال هكا. من بعد كنتقبهم مزيان مزيان. بالنسبه لهاد العجينه انايا يعني النص درت ليه درت الكاغط ديال الزبده في هذوك القويلبات، هذوك القوالب. درت الكاغط ديال الزبده وتقلت عليهم بالحمص، اللي هي انا عندي واحد الكميه ديال الحمص كنستعملها غير لهاد الغرض هذا. يعني ما كنستعملهاش
يعني ما كنطيبش بها وداكشي، كتكون عندي خاصة كنستعملها غير هكا في الحلويات. المهم أنايا غادي نوريكم الطريقة كيفاش درت من بعد. صافي كيفما كتشوفوا هنايا غادي نستمر بهاد الطريقة حتى نكمل الوحدات اللي عندي كاملين بحال هكا، كنثقبهم مزيان باش كنتفادى الانتفاخ ديال هاد القويلبات، باش مينتفخوش ليا يعني في الفران. الا تنفخوا لكم تقدروا تخرجوهم واحد شويه وتكيو عليهم هكا بيديكم ولا بشي معلقه ولا هادي، صافي وتردوهم، راه ما كيتعاودوش يتنفخوا. الا خفتوا يتنفخوا لكم ديروا هاد الطريقه اللي درت انا كيفما كنوريكم هنايا. هنايا درت 105 هنايا تقريبا درت 180 درجة، ودرتها كطيب غير كطيب من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. أنا هنا وريتكم، راه هنايا من بعد ما طابو كيفما كتشوفوا خداو اللون الذهبي زوين، اللون الذهبي اللي هو زوين. كيطيبوا على المهل ديالهم من التحت ومن الفوق كياخدوا هذاك اللون الذهبي. صافي انا ملي كيشدوا في راسهم شويه صافي كنحيد هذوك الحمص وداك الشيء كنحيدو، وكنخليهم يطيبوا عادي في الفران حتى كياخدوا اللون الذهبي زوين. صافي كيفما كتشوفوا هنايا انا حيت عندي القويلبات، عندي هاد القوالب قلال، كنحاول ناخد هادوك القوالب دغيا باش نعاود ندير الكمية المتبقية عندي ديال العجينة هكا، باش يعني ما نبقاش نطفي الفران ونشعل نطفي الفران ونشعل. يعني كتحاولوا تسربيو بحال هكا، ولا تقدروا مثلا آه، بمجرد يعني ما كتشد لكم هكا العجينة شوية صافي كتشد في راسها، كت كتحيدوهم من القويلبات وكتخليوهم في الفران يطيبوا على خاطرهم، وفي نفس الوقت كتخدموا نتوما هادوك القويلبات تخدموهم يعني على خاطركم. هنايا عمرت النص اللي حلو عمرته كيفما كتشوفوا بالكريم باتيسير، وزينتهم هكا بالفريز، زوقتهم. هذا كان كوموند اللي حضرته يعني في يعني دغيا حضرته صافي. والجزء المتبقي اللي هو مالح كيفما كتشوفوا جاو بحال هكا، جاو واعرين، جاو زوينين، المذاق ديال البيتزا فيهم، وفيهم واحد المذاق رائع. كتقدروا من بعد نتوما كتفننوا بالحشوات ديال الكيش. ان شاء الله في فيديو قادم غندير لكم الحشوة شنو تقدروا ديروا الحشوات. صافي هذا هو الفيديو ديالنا لهذا النهار، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والى اللقاء الى فيديوهات اخرى ان شاء الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش البارتاج واللايك والاشتراك، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.